كان كول ريد يعمل حارسا شخصيا لرجل أعمال ثري، وكانت العلاقة بينهما قائمة على الثقة الكاملة، خصوصا بعد أن أثبت كول أكثر من مرة أنه رجل يعتمد عليه في أصعب المواقف. لم يكن مجرد موظف يؤدي عمله، بل كان شخصا قريبا من صاحب العمل، يعرف تفاصيل حياته ويلازمه في المناسبات المهمة، ويقف إلى جانبه كحاجز أخير في وجه أي خطر محتمل. وفي تلك الليلة بدا كل شيء عاديا في بدايته. خرج كول مع الرجل الثري بعد مناسبة اجتماعية، والجو كان هادئا، ولا شيء يوحي بأن الكارثة على وشك الوقوع. لكن الهدوء لم يدم طويلا، إذ يتحول الطريق فجأة إلى كمين مسلح مدبر بعناية، ويبدأ الهجوم بشكل سريع وعنيف لتندلع الفوضى في لحظات قليلة. يحاول كول أن يرد الهجوم بكل ما يملك من خبرة وقوة، ويقاتل بضراوة ليمنع وصول المهاجمين إلى الرجل الذي يحميه. كانت ردود فعله سريعة وحركته دقيقة، لكنه يكتشف أن ما يواجهه ليس هجوما عاديا، بل عملية منظمة تستهدف قتلهما معا، أو على الأقل إسقاط الضحية الرئيسية. ومع استمرار الاشتباك تتعقد الأمور أكثر، وتصبح السيطرة على الموقف شبه مستحيلة، حتى تسقط الرصاصات هدفها الأخير، ويموت الرجل الثري أمام عيني كول. هذه اللحظة تمثل الانكسار الحقيقي في القصة، لأنها لا تعني فقط فقدان شخص مهم، بل تعني أيضا بدء مرحلة جديدة من الصدمة والارتباك والاتهام. بعد الحادث مباشرة لا يجد كول التعاطف الذي توقعه، بل يجد نفسه في قلب الشكوك. بدل أن ينظر إليه بوصفه شاهدا على الجريمة أو ضحية لظروف قاسية، يبدأ الجميع بالتعامل معه كأنه المتهم الأول، وكأن العملية كلها كانت محسوبة لتجعله الحلقة الأضعف في هذه الجريمة. وهنا يدرك كول أن البقاء في مكانه سيزيد الأمور سوءا، وأن عليه أن يتصرف بنفسه إذا أراد معرفة ما حدث بالفعل. يبدأ في تتبع الخيوط الصغيرة، وينظر في كل تفصيل ظهر في ليلة الجريمة، باحثا عن إشارة أو دليل قد يكشف له الحقيقة المدفونة خلف تلك الفوضى. ومع مرور الوقت تقوده التحقيقات إلى الميناء، حيث تظهر أول علامة حقيقية على أن ما حدث أكبر بكثير مما يبدو. هناك يكتشف أن سفينة شحن ضخمة ترتبط بالأحداث بطريقة مباشرة، وأن هذه السفينة قد تكون جزءا أساسيا من الخطة التي جرى تنفيذها منذ البداية. كل شيء يشير إلى أن من يقف خلف الهجوم لم يكتفي بقتل الرجل الثري، بل كان يريد أيضا إخفاء طريق ما، أو قطع صلة ما، أو دفع كول إلى زاوية لا يستطيع الخروج منها بسهولة. ومع تضييق الوقت عليه، لا يبقى أمام كول سوى القرار الحاسم: أن يصعد إلى السفينة قبل أن تبحر، وأن يدخل إلى عالم جديد تماما، عالم غامض ومعزول لا يعرف فيه من يمكن الوثوق به ولا ما الذي يختبئ في الداخل. وهكذا تنتهي هذه المرحلة من القصة عند لحظة الصعود إلى السفينة، حيث يغادر كول الأرض التي يعرفها، ويدخل إلى مساحة مجهولة تحمل في طياتها الكثير من الأسرار. ومن هنا يبدأ فصل جديد من الصراع، لكنه في هذه المرحلة لا يزال مجرد رجل يحاول فهم ما جرى، ويبحث عن معنى ما حدث في تلك الليلة التي قلبت حياته رأسا على عقب.